وهذا جيت المكتب معرض الكتاب ما شاء الله. المهم معرض كتاب كان بجد رائع صراحة. واحد المهم معرض كتاب كان بجد رائع صراحة. واحد هنا ما شاء الله كله حال 4 أغلبية في الأشياء بتاع الأطفال. سلام. One of the best. So here they were teaching cooking. صراحة الكتب باللغة العربية كمان لها طعم تاني. هذا كتاب البؤساء. صراحة المكان رائع وفيه كل شيء ما شاء الله. صراحة المكان رائع وفيه كل شيء ما شاء الله. And of course I got my favorite books. هنا المكان حامل انبوكسين الكتب اللي اشتريتها من المعرض. أول كتاب اشتريته هو هذا بتاع الفاشن. كيف ما بتعرفوا أنا بحب الفاشن وبحب الديزاين وبحب الدروين، فهو هذا. ولو إن أخذته بثمن أكتر من موجود أونلاين، بس قلت يلا خلاص ندعمهم وما في مشكلة. بس نصيحة إذا حابين تشتروا كتب دون مقارنوا الأونلاين، عشان على الأقل تكون عندكم فكرة يعني عن هذا وتاخدوا أحسن الأسعار. من هذا الكتب الأخرى أخذت هالكتاب. لا هذا بتاع مش هذا بتاع المعرض. أخذت هالكتاب بتاع مسارات القراءة وأخذت الكتابة بتاع الدكتور جبار رفاعي. أخذت الكتاب أحفاد سقراط
اوكي. شوف اني اخذت هذا من المعرض، أخذت الكتاب اللي أنا بيعجبني أقرأ عن الشيخ محمد بن راشد المكتوم. عندي كتب تبعه كلهم. علمتني الحياة هذا هو آخر كتاب له اللي تقريبا من شهر طلع، وأخذته بثمن مناسب، يعني هو ثمن الأصلي 89. أظن أخذته أقل من المبلغ هذا، أعطوني ديسكاونت. الكتب الأخرى اللي جفارة، طبعا في بعضكم يعرفوا، في اللي ما يعرفوش روحوا اقرأوا عنه. بيعجبني السيرة تبعته. وأنا صغيرة بس كنت بسمع عن شخصية كتير، واليوم حبيت إني أخذ الكتاب وأقرأ عنه من الأول للأخير، رغم إنه عنده موفي تبعه. وتعرفوا في المعرض كنا نشتري فيها الكتب يعني بتاع اللغات. فأنا درست الإسباني 6 شهور بس ما كملتهاش، بس بعرف أقرأها. حبيت ترفرش وقلت أخذ هذا الكتاب تاع اللغة الإسبانية. ونيلسون مانديلا طبعا شخصية معروفة، أنا من معجبين شخصية مانديلا. كتاب آخر اللي أخذته هو تالوت الحياة، الحب، الحقيقة والحرية. هالكتب لسه ما بدأتهاش. كمان هذا ليش أنا عجبني، لأنه بيتكلم عن أشياء نفسية كثير، رحلة الوعي نحو التناغم، التوازن، الخروج من دائرة الألم النفسي، ثقة بالنفس، تحرر، قصة تقليد، البرمجة، ممارسات الوعية في اختيار الشريك، المرأة والرجل في عصر العولمة، الألم، المتعة. فحلو لينا حجازي. وهذا الكتاب كمان تاع السيكولوجيا، مفتاح الحظ. هاي السلسلة هذه أخذت منه 2. هاي السلسلة حلوة، عندهم مجموعة كتب. فمفتاح الحظ، والكتاب اللي أنا قريته وبديته هو التغلب على الخجل تاع نفس السلسلة السيكولوجية. فكتير حلو. هو العنوان إذا شفتوه بتظنوا إنه بيتكلم على الخجل، وهو عنده كتير أشياء. أنا وصلت هنا. فكتير حلو الكتاب، بيتكلم عن أشياء كتيرة في الشخصية من الداخل ومن الخارج. فحعملكم ملخصات عن هالأشياء، وبعدين راح أخبركم إن شاء الله، وححطه في اليوتيوب كل الملخصات على كل كتاب. اصبروا علي. وحاعمل مكان فقط للكتب في اليوتيوب. فهذا هو، وبصحة والعافية. فأنا كتير بحب الكتب واستانس اني اقرأ الكتاب، احسن من النميمة وضياع الوقت واشياء فارغة. فهذه كتبي اللي اشتريتها هاي السنة.